عشان تعرف مين هو إخناتون وجه منين لازم ترجع لأيام الملك أمنحتب التالت، وده كان ملك زي الفل، عصر رخاء وسلام ما كانش له مثيل. مصر وقتها كانت دولة قوية واصلة لحدود سوريا والنوبة، الفلوس كانت كتير جدا ما تتعدش، والملك كان بيتعامل كإله حي، وده كان زمن أمنحتب التالت ومراته الملكة تي. أما بقى الملكة تي ودي حكاية لوحدها، ما كانتش بنت ملوك، كانت بنت عيلة محترمة لكنها قدرت تحكم مصر بالدماغ جنب جوزها. تي دي كانت أذكى وأقوى ست في تاريخ مصر القديم تقريبا، هي اللي ربت أمنحتب الرابع اللي هو بقى إخناتون، على فكرة إن العرش محتاج قوة مش عادية. الولد اللي جه بعد كده أمنحتب الرابع ما كانش شبه أبوه البطل القوي، لأ، الآثار بتورينا إنه كان مختلف شوية، وش طويل، رقبة نحيفة، بطن مدلدلة شويتين ومفخد كده. الخبراء بيقولوا إن ده ممكن يكون مرض وراثي زي متلازمة مارفان أو مشاكل في الهرمونات. التشوه ده ما كانش مجرد شكل، ده كان عقدة نقص رهيبة جدا عند الأمير، حس إنه بشكل مختلف عن المثالية اللي كانت بتطلبها الآلهة المصرية، وده خلاه يدور على إله مختلف أو إله يقبل الاختلاف والروح أكتر من الجسد. ولو عايز تعرف مين كان بيحكم مصر بجد هقولك بمنتهى البساطة: كهنة آمون في الكرنك. المعبد ده ما كانش مجرد مكان عبادة، ده كان بنك مركزي وجيش موازي لجيش الدولة، كان عندهم أراضي زراعية ضخمة وآلاف العبيد شغالين عندهم، وطبعا كنوز ما تتعدش من الذهب. لو الملك عايز ياخد قرار لازم يرجع لكبير الكهنة. القوة دي كانت بتخنق سلطة الملك. أمنحتب الرابع أول ما مسك الحكم قال في نفسه: لو ما كسرتش ظهر آمون عمري ما هحكم مصر بجد. الثورة الدينية دي كان وراها دافع سياسي واقتصادي ضخم. إخناتون ما كانش مجنون يبتدي الحرب مرة واحدة، بدأها بذكاء. في السنين الأولى من حكمه في طيبة بنى مجموعة معابد صغيرة جنب معابد آمون الضخمة في الكرنك، والمعابد دي كانت للإله الجديد اللي بدأ يلمع اسمه أتون. والحقيقة إن أتون ما كانش إله جديد أوي يعني، لأ، ده كان قرص الشمس وهو صورة من الإله رع القديم، بس إخناتون بدأ يركز على إن أتون ده مش كائن بشري أو حيواني، لأ، ده طاقة صافية بتوصل للأرض عن طريق أشعة الشمس. وبعد 5 سنين من الحكم جه القرار اللي قلب مصر كلها. إخناتون أعلن الحرب الرسمية. أول حاجة تغيير الاسم، أمنحتب الرابع مسح اسمه القديم اللي معناه أمون راض وسمى نفسه إخناتون اللي معناه خادم أتون المخلص. وعايزك تتخيل معايا كده رئيس جمهورية بيصحى الصبح يقول: أنا مش اسمي كذا، أنا اسمي كذا، وأي حد بينده ليا بالاسم القديم هقتله. وتاني حاجة كانت العقيدة. إخناتون أعلن إن أتون هو الإله الأوحد في الكون، وهو اللي خلق كل حاجة، وهو إله المصريين والأجانب والحيوانات والشجر. وده كان توحيد صافي قبل أي دين سماوي بكام ألف سنة. والحقيقة إن إخناتون ما كانش بيصدق في حاجة اسمها تعايش ديني، يا إما أتون يا إما مفيش حد خالص. أمر بتكوين فرق عمال ضخمة مهمتها الوحيدة مسح اسم آمون من كل حتة في مصر، ومن على كل تمثال، من على كل حجر في المعابد، ومن على كل خرطوش ملكي، حتى اسم أبوه. كانت حملة تدمير للذاكرة ملهاش مثيل. الكهنة اتشردوا، والناس اللي كانت بتسترزق من المعابد اتشالت من شغلها. الثورة الدينية دي كانت مكلفة جدا للبلد. إخناتون فهم إن طول ما هو في طيبة هيفضل آمون بيطارده، فكان القرار بتاعه مجنون شوية: أنا هبني عاصمة جديدة من الصفر. وبالفعل اختار مكان جديد مفيش فيه أي معابد قديمة، وهو حاليا تل العمارنة في محافظة المنيا. المدينة دي المفروض تكون مكان مقدس خالص، لا فيه ذكر الآمون ولا للآلهة القديمة. وعايز أقول لكم إن تل العمارنة اتصممت واتبنت في 4 سنين بس، ودي سرعة جنونية جدا في البنى. المعابد في تل العمارنة كانت نهاية للغموض والضلمة. معابد آمون كانت ضلمة وكبيرة وكلها حكايات سرية، لكن معابد أتون كانت ساحات ضخمة مكشوفة للسماء عشان الملك والناس يقدروا يعبدوا قرص الشمس اللي هو أتون بشكل مباشر من غير سقف أو جدران. والحقيقة إن ما كانش ينفع إخناتون يعمل كل ده لوحده، كان معاه أقوى شريك على الإطلاق، الملكة نفرتيتي اللي اسمها معناه الجميلة قد أتت. والملكة نفرتيتي ما كانتش مجرد ملكة بتلبس التاج، دي كانت بتشارك إخناتون في كل طقوس العبادة، وبتظهر بنفس حجمه وأهميته في النقوش. اللوحات بتورينا إنها كانت بتضرب الأعداء بنفسها، ودي حاجة بتورينا إنها ما كانتش شريكة بس، دي كانت كمان قوة حاكمة بجد. وفي بعض الأقاويل بتقول إن هي اللي قومت الثورة بتاعت إخناتون في بعض الأوقات. الحقيقة إن إخناتون ما كانش بس ملك، ده كان شاعر ومفكر ديني عظيم. الترنيمة اللي كتبها لأتون اللي هي ترنيمة أتون العظمى بتعتبر تحفة أدبية ودينية في التاريخ.
وعايز أقول لكم إن الترنيمة دي بتتكلم عن آتون كالإله الوحيد اللي خلق كل البشر، خلق المصريين والسوريين والليبيين في نفس الوقت، وده بيوريك إن عقيدة إخناتون كانت بتفكر بعالمية قبل أي حد تاني. الفن المصري القديم كان كله عن المثالية، جسم قوي بعضلات، وجه جد قوي، لكن في العمارنة كل حاجة اتقلبت. الفن بقى بيعتمد على الواقعية المؤلمة، تصوير إخناتون بتشوهاته الجسدية الواضحة عشان يقول أنا مختلف عن الملوك اللي فاتوا. وده كان تحدي صريح للكهنة اللي كانوا بيقولوا إن الملك لازم يكون كامل زي الآلهة. وحصلت حاجة كانت أكتر حاجة صدمة للناس في مصر وقتها، وهي اللوحات العائلية للملك والملكة. النقوش اللي كانت موجودة على المعابد كانت بتورينا إخناتون ونفرتيتي وهم قاعدين على العرش، وأطفالهم بيلعبوا معاهم وبيمسكوا دقن الملك. والحقيقة إن المشاهد دي كانت بتدل على المودة والهدوء والرحمة اللي ما كانتش موجودة في الفن الملكي قبل كده، كأن إخناتون عايز يقول الإله موجود في الحب مش في الحرب. وعايز أقول لكم إن في الوقت اللي كان فيه إخناتون غرقان في جمال آتون وفن العمارنة، كانت المملكة بتضيع منه بره. اكتشفوا في تل العمارنة مجموعة من الرسايل الطينية اسمها رسايل تل العمارنة. الرسايل دي جاية من حكام مناطق مصرية في سوريا وفلسطين، وهم بيصرخوا الحقونا، العدو بياخد الأراضي، الجيش محتاج فلوس. لكن الحقيقة إن إخناتون كان مشغول بالتوحيد وبناء القصور، ما كانش بيرد عليهم. وده بيوريك إن الثورة اللي عملها دي كانت كارثة سياسية على مصر. الملك اللي ركز على الإله أهمل الشعب والحدود بتاعته. وللأسف في حاجة غريبة حصلت. بعد 12 سنة من بداية أتون في العمارنة، نفرتيتي اختفت فجأة كأنها ما كانتش موجودة. الآثار وقفت عن ذكر اسمها. وفي نظريات كتير بتقول هل مثلا ماتت بمرض، أو مثلا هربت بسبب خلافها مع إخناتون على سياسته المهملة للحدود. والحقيقة إن في نظرية غريبة بتقول إن هي حكمت مصر بعد إخناتون تحت اسم راجل اسمه سمنخ كاوع، عشان مفيش حد يعرف إنها هي. وبعد فترة بسيطة من اختفاء الملكة نفرتيتي، مات إخناتون وهو لسه شاب، وسبب الوفاة لسه لغز لحد النهاردة. الوفاة دي كانت زي إشارة البدء لكهنة آمون عشان يرجعوا تاني. والحقيقة إن الدولة وقتها كانت ضعيفة اقتصاديا والحدود متبهدلة، وكانوا محتاجين ملك قوي يرجع النظام القديم تاني. واللي كان هيحكم بعده كان طفل، وهو توت عنخ آتون ابن إخناتون. الطفل ده ما كانش له رأي، وتحت ضغط الكهنة وكبار القادة العسكريين تم التراجع عن عبادة آتون نهائي. وأول حاجة كانت تغيير اسم الطفل لتوت عنخ آمون. أما بالنسبة للخطوة التانية، إن هم يسيبوا عاصمة النور تل العمارنة ويرجعوا لطيبة تاني. وفي خلال سنتين ثورة التوحيد ماتت، وتم اعتبار إخناتون العدو اللي جلب المصايب للبلد. وبعد وفاة توت عنخ آمون، وبالمناسبة ده محتاج حلقة كاملة لوحده لأن عنده ألغاز كتير جدا. المهم، جه الملوك العظام زي حور محب ورمسيس. الملوك دول عملوا حاجة واحدة، محوا ذكرى إخناتون بالكامل. واسم إخناتون اتشال من قوائم الملوك الرسمية، وتم تفكيك معابد العمارنة، والحجارة بتاعتها استخدموها في بناء معابد آمون الجديدة. كان هدفهم مفيش حد يجيب سيرة إخناتون تاني، وده كان انتقام سياسي دمر نظام فكري كامل. قصة إخناتون فضلت مطفية، محدش كان بيعرف عنه حاجة لحد ما جه سنة 1922 واكتشفوا مقبرة توت عنخ آمون. المقبرة دي ما كانتش بس دهب، لأ، دي كانت علبة أسرار بتخص إخناتون. لقوا فيها كنوز عليها اسم نفرتيتي، ولقوا نصوص عليها ترانيم آتون. وده كشف للمؤرخين إن الملك الصغير ده ما كانش مجرد حاكم، ده كان زي قناة سرية بتوصلنا لثورة أبوه اللي اتنسى. توت عنخ آمون في عز حكمه الآمون كان لسه بيخبي ذكرى أبوه في دهب مقبرته. والحقيقة إن إخناتون كان ملك شاف النور قبل الناس كلها. كان ملك عايز يكسر القواعد عشان يعمل حاجة جديدة بجد. خسر ملكه وخسر جيشه وكمان خسر زوجته الجميلة، وفوق كل ده خسر اسمه. وكل ده عشان يقول الإله واحد ومحتاج قلب نضيف مش معابد ضخمة. في الآخر الحجارة اتكسرت والتماثيل اتدمرت والاسم كمان اتمسح، لكن الفكرة اللي زرعها إخناتون فضلت عايشة. وده اللي بيخلينا نسأل، هل القوة الحقيقية في إنك تحكم الناس بالسيف، ولا تحكمهم بفكرة ما تقدرش تموت؟ الحقيقة إن إخناتون اختار الفكرة، وفضل نور شغال لحد ما كشف الأسرار المدفونة. بس كده، ودي كانت قصتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك.